اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم، صباحكم نادي بنور الله. يلا النهارده هنعمل عيش بالمكنه. ايه العيش بالمكنه دي؟ احنا بنسميه عندنا الجرجوب الفلاحي، وفي ناس بتقول عليه ايه؟ عيش طري. المكونات بتاعته يا ولاد سهله وبسيطه. معايا دقيق علامه او دقيق الجمح، وينفع دقيق الزيرو متعدد الاغراض، ومعايا دقيق ذره. والوصفه ديت اساسي فيها دقيق الذره. طيب بنحط ازاي النسبه بتاعت الدقيق؟ ال4 كيلو دقيق من العلامه بنحط عليهم كيلو دقيق ذره بس. الايدام بتاعه بيبقى بسيط لان ده يعتبر عيش صحي. عيش صحي ازاي؟ فيه دقيق الذره والسمنه بتاعته مش كتير وبنعجنه بلبن رايب، فبيبقى مغذي كده وزي الفل. عملت 4 كيلو من الدقيق المتعدد الاغراض او دقيق الجمح، عليهم كيلو دقيق ذره، ويلا نشوف هنعجنهم ازاي. دقيق الذره كده لازم ينتخن، ليه؟ لان بيبقى فيه سرس كده زي ما انتم شايفين. السرسه دي نحطها على اكل طيور، يعني المهم ما ترميهاش برده حرام، ده من ضمن الدشيش. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا ايه كمان؟ معانا خميره فوريه. هات الكيس الثانيه كده، هات الكيس. انا هنحط كيسين عشان انا عايزاه يخمر بسرعه. والعجينه هنا لازم تتخمر، لازم نخمر العجينه، فهنحط كيسين عشان العيش يطلع معايا بسرعه. وهنحط معلقه كبيره من الملح. بنحط سكر هنا؟ لا، هنا الملح بس. يلا بالله عليكم ما تنسوا تدعموا هناك كده بلايك وتعليق، ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي. واللي اول مره يشوف قناتي يفرحني بالاشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. يبقى احنا كده معانا 5 كيلو من الدقيق، معايا لبن رايب. اللهم صل على النبي، لو عندك خضر زبده ينفع كله معاك. هننزل كده باللبن الرايب. يلا اتكلوا على الله، احنا عوزنا دقيق نزود دقيق ماشي. ومعايا كوبايه سمنه عليه لان ده ما بيبقاش عايز سمنه كتير. بسم الله ما شاء الله. انزلي بالمكونات كلها على بعضها وسمي بسم الله كده وابدا ايه؟ اعجني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعجني كده بسم الله ما شاء الله. لم بقى العجينه بتاعتك كلها، خلي العجينه كده. احنا عايزين العجينه ايه؟ تكون يابسه شويه، ليه؟ لان هنركب بالمكنه مش هنعمل بايدينا. هنلم عجينتنا هي كده مع بعضها ونسيبها تتخمر. لمي العجينه كده وخليها ايه؟ ما شاء الله عليها. لا احنا عايزينها طريه ان هي تشبط في ايدينا، ولا عايزينها يابسه انها تغلبنا، بس تبقى يابسه اكتر ما بنبطط يا اولاد الرباق. اهي لمي العجينه كويس، وهنبدا كده نديها ايه؟ لته في السليم. اول ما يتبقاش معاكي دقيق لتيه. اللته ديت اللي هتخلي العيش يفرد معاكي. اللهم صل على النبي كده ويجيب ويبقى طري كده وجميل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش اخواتنا بتوع فلسطين في الدعاء يا اولاد، ربنا كده يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وينصرهم نصر يتعجب لها اهل الارض والسماء. تبارك كده الدول العربيه وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان وجميع الدول العربيه ومصر كده. مصر كده ربنا يحفظنا كده وينصرنا جميعا كده ويبارك لنا ويسترها على الجميع يا ولاد. اللهم صل على النبي. ارضيه الطبق على طول بيبقى فيها دقيق، خلي بالك منها. قلبي العجينه وهاتيها ولميها. انا هنا مش عايزه نضيف حليب ولا نضيف رايب الا لما نشوف قوام العجينه معانا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنبدا كده ايه؟ لتها كده كويس وسيبها تخمر. لت واقلبي، كل ما تلت وتقلبي هتجيب الدقيق اللي تحت معاك، هيلبس العجينه معاك، هيخلي قوامها مظبوط وانت بتخبزيها. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا اولاد؟ عايزين ماتش كده مظبوط لحد ما يتبقاش معاك الدقيق خالص في الطبق. حلتها كده ونظبطها ونرجع لكم تاني. انت جايه تعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ لا ما تعجنيش انت من عجنها. لا لا يا حبيبي لا. اللهم صل على النبي. العجينه كده لتناها وظبطناها وخليناها زي الفل كده. وسعي كيان كده اهو، تعالي كده وسعي يا بيه. شايفين قوام العجينه كده 100 100. هنلمها ونغطيها ونسيبها حوالي نص ساعه، هتخمر معاك. حجمها هيزيد، اول ما حجمها يزيد ابداي قطعي. اللهم صل على النبي كده. اللهم صل على النبي يا اولاد. زي الفل زي الفل. ده انت اللي فل يا بنت يا كون. اهي يا اولاد هنغطيها بقى وغطوه. حط عليها كيس بلاستيك وحط عليها غطوه من غطوات العجين
ولو مستعجله حط عليها بطانيه، يعني لو بطانيه زي ديت وحطينا طرفها كده عليه هتخمر معاك بسرعه. ليه؟ الجو برد عن الاول. تخمير دلوقتي عايز عنايه، يعني اي حاجه تخمريها عايزه تدفين. احنا كنا زمان كانت الناس بتولع الفرن البلدي او الفرن الغاز وتحط فيه العجينه، تولعه شويه يدفي وبعد كده تحط العجينه وتسيبها. فاحنا دلوقتي ما عادش بقى حد عايز يولع ولا يعمل، هنعمل ايه؟ هنغطيها بكيس بلاستيك وفوقه قماشه نظيفه وفوق منها بطانيه تقيله، مش هتاخد معاكي نص ساعه وهتبداي تقطعيها، وهنوريها لكم برده بعد التخمير. يا ولاد تعالوا بقى نشوف حجم العجين معانا. اللهم صل على النبي. العجينه اختمرت يعني حجمها زاد النص. جبت اللوح بتاعنا او الطاوله. انت جيتي؟ ده انا بنقول يا رب نخلص قبل ما تيجي. فتح تعالي من ورايا كده. انت جيت انت الاخرى؟ جبت اكل الجاي. شحت اكل منين؟ من عند حبيبتك؟ طب وتعالي يا اختي تعالي. تعالي يا فرحه ما تمت تعالي. اللي هيحط ايده هنضربه، تعالي تمشي كده. امشي لنا. عارفه اللي هتحط ده في العجين والله ما الا ضرباه. انا قلت لكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قوموا من هنا. بصوا يا اولاد احنا عايزين نقطع العجينه ومش عايزين نكبرها جوه، عايزين نخليها ايه؟ صغيره عشان ما تبقاش طويله معانا في المكنه. اهي هنقطع بنفس الطريقه دي. صغروا التقطيع عشان المكنه بتطولها. هنضربك تاني. لا اما نيجي نبططه ببططه معانا. يلا عند ماما اجري على ما نخلص. اهو يا اولاد شايفين؟ بس بالطريقه دي اهي. ليه؟ لان احنا على ما نخلص تقطيع هتبدا ترفع وتزيد عن كده شويه، لان احنا حاطين خميره. فلازم اللهم صل على النبي تقطعي التقطيع وتخليها زي ما انا عاملاها كده. اهي. تنا ما حطيتش ايديها، انت اللي حطيتي ايديك. لا تنا ما حطيتش ايديها. اللي هيحط ايده هنضربه. لا اهي يا اولاد ما شاء الله ما شاء الله العجينه زي الفل. انا مخليها يابسه شويه عشان تبطيط المكنه. المكنه بتبقى عايزه الحاجه ايه؟ تعالوا معايا فوق. ماسكه نفسها. روح مع هبه يلا. تعالوا معايا فوق. انت هتعملي فين؟ طلع ضم بس الجاي. طب انا يلا. حسيت عملتها اللي فات. ماشي ما تغيبيش بس يلا عشان تقطعوا معايا. روحوا مع هبه فوق يلا. صحوا بابا اجروا. تعالوا معايا فوق. صحوا حموده يلا. روح يا كان معاهم يلا. خدي شيلي. اهي يا ولاد شايفين؟ اللهم صل على النبي. باين عندك كده التقطيع ولا تجرب هنا؟ باين؟ طب يلا تعالى. هنخلص يا ولاد بقى كله بالشكل ده، وما نخلص هنوريكم. وصراحه ربنا هيرمي. ليه؟ لان التقطيع صغيره. فهو عيش المكنه عايز كده، عايز التقطيع تكون مش كبيره جوه عشان برضه نعرف نحطه فين؟ في الاكياس في الفريزر، لان ده طري مش ناشف. لو هتعجنيه ناشف بتحط نفس مكونات الدقيق، بس لا بتحط لبن ولا بتحط سمنه، بتعجنيه بميه بس. بيبقى اسمه العيش الايه؟ العيش الناشف. باذن الله برضه نعمل شويه قريب. بيبقى حلو بقى. ده بيقعد خارج الثلاجه، يعني تحطيه في سبت على ظهر دولاب على كده وتستخدميه. لكن ده عايز يبقى طري فهيتحفظ في اكياس. زغار التقطيع كده عشان تعرفي برضو ايه تشيليه في الفريزر. اهو هنخلص بقى الكميه اللي معايا كلها ونوريكم برضو الايه في الاخر. هنخلص هنغطي بقطعه من القماش وعليها نفس الكيس. ليه؟ عشان العجينه دلوقتي الجو برد ما تعملش معاكي طبقه. تيجي تبططيها تلاقي على وشها كده قشره. القشره ديت اسمها ايه؟ بنقول عليها العجين مجشف. يعني ايه مجشف؟ يعني بياخد طبقه زياده. بتبقى عامله زي الجلده معاكي. تيجي تخبزي بتلاقي شكل الحاجه كده متمزق ومش سليم. فقطعي وخلصي. خلي عندك كيس زي ده على طول. حطي قطعه القماش الاول وبعد كده الكيس. هنخلص ونغطي ونوريكم برضو النتيجه. شايفين بقى ايه؟ قطعنا العجينه وغطيناها ونزلنا. شايفين حطينا عليها قماشه وكيس. هات العجينه يا رب. هات العجينه. حطينا عليها اولاد قماشه وكيس وبدانا نخبز. ظبطنا المكنه. مظبطين المكنه على كام؟ مظبطين المكنه على كام؟ مظبطين المكنه على 2 يا اولاد. لان عشان العيش طري مش ناشف، يعني احنا مش عايزينه مبهور. وهنبدا كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين مهديين من تحت. تخلي نار الشوارب هاديه عاليه والارضيه من تحت تكون ايه؟ هاديه. واملي الفرن بقى كده وايه؟ مظبطه نفسك واشتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. مش عارفه بسم الله فين والله. ده انا جبت دايما ورا دلوقتي. يلا بس يلا هتفتح ربنا يفتح لنا دلوقتي. العيش يا اولاد جميل اهو زي الفل. تعالي يا رب جربوا على الفرن كده شوفوا العيش. جنب كده خالص اهو. باين؟ ما شاء الله يا اولاد.
اللهم صل على سيدنا محمد. العيش ده جميل وصحي وما بيعملش خبيثه، يعني الناس اللي بتكون مش هيعرف لبطنها هتبقى زين. اللهم صل على النبي. خليه برضه كده واخد لون. بسم الله. سوى تحرقي. بسم الله ما شاء الله. املي بقى الفرن. هو ده عايز ايه؟ عايزك تحط واحده جنب واحده كده زي ما انت شايفه معايا. اهو. لا بياخد وقت في التقطيع ولا وقت في الخمير. ما تكتروش بس الدقيق. والعيش برضه ما شاء الله عليه وجميل زي الفول. باقي برضه على المكنه. بس يا حبيبي بس مش بس كفايه. كفايه بدل لما نمسك نقولها عشان ما تنشفش. طول ما الفرن فيه فراغ رص فيه. طول ما فيه فراغ رص فيه. اهم حاجه خلي بالك برضه من النار. احنا مش عايزينه يحمر، احنا مش عايزينه عيش ناشف، عايزينه عيش طري. الشوربه والله بتندلق بسم الله كده. يا كرم كفايه بقى يا كرم. اعملي ده ايه؟ اعملي ده ايه يا كرم؟ بسم الله ما شاء الله. يا كرم بطاطا ده. بطاطا ده. على طول خبيث تقطيع. ما شاء الله العيش جماله. كل ناحيه كده احمر وخليه كده ياخد لون معاك ويبقى جميل زي الفل كده زي ما انتم شايفين معايا. ثبتوا كل صوره برضه. الصراحه شويه. ها؟ كلام بتعمل بكره. بسم الله ما شاء الله يا اهو. اللهم صل على سيدنا. كيان بس خد معاه. بص روح اشتري من منك. بص من منك. هي كيان ايه؟ ما يكسفوا. يا بنت تقعدي يا بنت. طب تاكل ولا عيال ضغط عليك؟ بصوا عينيه بصوا عينيه مليانه الفرق تحط عادي. يلا يا ولاد يلا عيش. بس كده بس ما شاء الله يا ولاد. خلصنا خبيز. عملنا ايه؟ عملنا صينيه بطاطس بالثوم والخضار. عملناها ازاي؟ احنا حطينا بس هنا تاخد وش معانا كده وتاخد لون وريحه من الفرن. واشترنا البطاطس وقطعناها. قطعها صوابع، قطعها دواير زي ما انت عايز. شوحنا فص ثوم في معلقه زبده. نزلنا بالبطاطس وحطينا الخضار عليها. خضار بقى شبت، كزبره، بقدونس اللي عندي. وضفنا كله على بعضه وشوحنا البطاطس مع الثوم مع السمنه وحبه ملح وحبه كمون، مش اكتر من كده. واغليها غلوتين على البوتاجاز وبعد كده دخلها الفرن. اديناها غلوتين في الفرن على البوتاجاز وجبناها كده ايه. اللهم صل على النبي. ده شكلها يا ولاد. هتطلع معاكي زي البطاطس المتحمره. بدات تاخد لون معايا اهي شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنديها لون. وعملنا ايه كمان؟ حطينا بدنجانه تنشوي واحنا بنخبز. وده كانت عوايدنا وتقاليدنا زمان. يوم الخبيز اكلنا تحابيش. تحابيش يعني ايه؟ يعني يلا هتشوفوه معايا في الفيديو. طلعي بقى حته مخلله من الزلعه، عودين جرجير، اللهم صل على النبي، عودين كده جعداد من الغيط، وبطاطس مسلوقه. بصوا والله كان هو ده يوم الخبيز. هو اكل زي ما بنقول لكم كده. الصينيه هتاخد معانا لون. هتطلع شكلها كده زي الفل معانا. على ما نقشر البطاطس تكون هي اتحمرت كده وخدت لون في الفرن وخدت ريحه من الفرن. هنقشر الباذنجان ونظبطه ونطلع حته مخلله كده ونظبط احلى غدا النهارده باذن الله. بصوا يا ولاد بقى على منظر العيش معانا. اللهم صل على النبي. عيش كده جميل وطري. بصوا بسم الله ما شاء الله. احلى عيش، احلى عيش تاكلوه هو العيش دي. فصين توم وقرنين فلفل قطعناهم. هنزل عليهم كده بحبه كمون على ملح.
عشان اضربهم في الكبة. بشرنا الباذنجان يا ولاد، هننزل عليه بالدجه اللي احنا عملناها، توم وملح وكمون، ويا ريت الفلفل يكون فيه فلفل حامي. واحط بقى كده ايه معلقه طحينه، طحينه فاصله من فوق عامله الزيت بتاعها. خدت كده حبه، مش هنحط زيت بقى لان هي شكلها فاصله، هي تبقى ايه الزيت فوق والطحينه تحت. هنجيب بس كمان ايه نص ليمونه عليها، يبقى كده باذنجان، فلفل وكمون وملح وفلفل اخضر ومعلقه زيت ومعلقه طحينه ونص ليمون عليهم، يظبط لك الدنيا، يخليها لك معاكي زي الفل. اكسروا بقى كده نص ليمونه وقلبي ده كله مع بعض كده. عرفت تختفي صينيه البطاطس من فوق. بسم الله ما شاء الله بقى يا ولاد. عملنا ايه؟ عملنا الباذنجان المشويه زي ما انتم شايفين، جالنا بيض، حمرنا البطاطس. تعالوا بس شوفوا، جربوا على البطاطس كده، شايفين البطاطس معايا؟ اللهم صل على النبي. قطعنا طماطم وخيار، طلعنا مخلل، والعيش بقى بتاعنا والحلاوه الطحينيه يا جماعه. ايه رايكم في الحلاوه الطحينيه؟ مبسوطه بالحلاوه الطحينيه؟ كل الحلاوه الطحينيه. تعالوا بقى نشوفوا العيش، شوفوا العيش بقى بتاعنا وجمال. اللهم صل على النبي. يعني لو حابه تعمليه سندوتشات هتعمليه طري خالص وزي الفل. اللهم صل على النبي. احلى حاجه في الاكل بتاعتنا النهارده الباذنجان المشوي. بسم الله ما شاء الله عليه. بتاعنا النهارده يكون عجبكم. جربوا الاكلات السهله البسيطه مشبعه ومغذيه وما شاء الله. يلا نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا ولاد كده بقى نروح نجيب حبه كوسه ونجيب عودين خضار لصينيه البطاطس اللي هنعملها. خلوا بالكم المقطع ده كان قبل المقطع اللي كنا بنخبز فيه، بس انا خليته لاخر الفيديو عشان نجيب لكم الخبيز كله على بعضه، يعني يبقى ترتيبه العجين بالتقطيع بالخبيز كله ورا بعضه. فعملت ايه؟ رحنا كده جمعنا الكوسه، وتعالوا نشوف الكوسه. اللهم صل على النبي. شايفين الكوسه يا ولاد؟ فلاحي اصلي، كفايه نورها كده ولونها وجمالها والجو كده جميل وما شاء الله. تعالوا كده نجمع الكوسه، ناخد عودين خضار هنعمل بيهم صينيه البطاطس اللي شفتوها في الفيديو. حاجه كده بسم الله ما شاء الله عليه. ربنا ييسر لنا حالنا وييسر لكم حالكم كده، ويبارك لنا ويبارك لكم يا ولاد. بسم الله ما شاء الله. دي صغيره هنسيبها تكبر ايه، تكبر سنه. ويلا نشوف كده ايه اللي هنا كمان. خلي بالكم الكوسه دي جميله، بتطرح كتير، عايزه اللي يبص عليها كل يوم، مش هنقول لك يوم ويوم لانها بتكبر بسرعه. لو انت عايزه تحشي، عايزه تعملي اللهم صل على النبي صينيه، هتاخدي الصغيره تجمعوا يا صغيره. بتحبها بقى بلبن، بتبقى باللبن جميله. انا عاملاها معاكم مره قبل كده والله، امبارح قلت هنعمل حبه، يا سلام عليها بالعيش الناشف، بتبقى زي الفل. واللي جربها زي باللبن يقول لي. هي بتسلق، بتقطعيها، بتقشريها وتغسليها كويس وتديها سلقه، وتضربيها في الخلاط بلبن، تحط لها شويه سكر وقطعه زبده بلدي او معلقه سمنه سايحه، وتسويها مع بعضها وتضيفي عليها معلقه نشا. صراحه ربنا بتبقى غايه في الجمال. يعني انا عن نفسي بنحب كده نغمسها بالعيش. يلا ناخد شويه خضار عشان نعمل صينيه البطاطس. المقطع ده انا كنت عاملاه الاول. هناخد عيدون شبت، حلاوتها بالشبت يا ولاد. الشبت في صينيه البطاطس ديت بتبقى زي الفل. على عود كزبره كده واعمليه ما شاء الله ما شاء الله. اهي شايفين الشبت كده جميل، ريحته بتبقى حلوه، بطعم صينيه البطاطس وخلاها زي الفل معاك. نحش حبه كده جمال، وناخد كمان عود خضره معانا. حبيت بس نحط لكم المقطع ده في الاخر. الناس على طول بنقول بنحب الزراعه يا هناء، بنحب الغيط، صوري في الغيط والزراعه. ربنا ييسر الحال ونحط لكم كده في كل فيديو مقطع. بس بالله عليكم اسمعوا الفيديو للاخر وتدعموا هناء كده بلايك وتعليق، وارفعوا الفيديوهات يا ولاد. واللي مش عامل اشتراك في قناه هناء يعمل اشتراك، عشان كده نفسي نكمل يا ولاد ال100,000 كده وناخد الديره. شوفوا بقى الجو كده وجماله، البرسيم والفاصوليات والخضره والسما كده صافيه وحاجه ما شاء الله عليه. تعالوا كده شوفوا الكرنب، شوف صلاة النبي كده على البرسيم والخضره. الكرنب بدأ يكبر كده معانا وما شاء الله. يعني ممكن اسبوع والتاني كده نبدا نحشي منه، لا اكتر من اسبوع، قدامه يجي شهر كده ولا حاجه على من على ما يتحشي. ليه؟ لان الكرنب بيبقى عايز وقت كتير على ما يلف، بياخد وقت على ما يلف.
بس الحمد لله والشكر يعني احنا بنشتريه دلوقتي رخيص، ما عادش غالي زي الاول. يعني الكرنبه اول ما طلع كان ب 35 الكرنبه وفي ب 40. دلوقتي الكرنبه تعمل لها اكبر كرنبه تعمل 20 جنيه. يعني لو عايزه تحشي حله جميله كده هتجيب كرنبه ب 20 جنيه من السوق. اللهم صل على النبي كده يا ولاد. شايفين بقى الطيور ده بجردان اهو. هتلاقي الارض اللي جنبنا دي شاربه، فلما يبقى فيه ميه في الارض تلاقيه هو كده ايه عاشش في الارض اللي فيها الميه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين بقى كده جمال الجنينه. يعني لو قلت لهم يلا شوفوا لو في جته بتتزرع اي حاجه بتتزرع كمان يلا نجيبها كده ونزرعها، فيها فاضي كتير. يعني شوفوا بس حبه كوسه هم مكفيين، ناخد مره نعمل صينيه، مره نحوش حبه على حبه كده، لو عليهم حبه بدنجان او اي حاجه كده بنعملهم حله محشي. كل شيء يا ولاد بيعمل بيرمي معاك ويساعد معاك. فحبيت قلت لهم شوفوا لو جت اللهم صل على النبي. كنت شايفه بصل برضو، البصل بينزرع اليومين دول الواحد يعمل فيها حبه كده. فربنا ييسر امورنا واموركم يا رب ويصلح حالنا وحالكم. واللي وصل معايا لحد هنا بنشكره من كل قلب حبايبي واخواتي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. شوفوا وشكوا كده على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.